إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما تبارك واهبا روحا وعقلا بها نهدى صراطا مستقيما. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبقرآنه. باب الاجتهاد. نعم. قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره؟ نعم. قال: أفتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد نعم، يعني الأحكام التي اجتهدت فيها مع الطريقة التي ذكرتها، أنه في فرق بين الإحاطة في الظاهر والإحاطة بالباطن والظاهر، فرق بينهما. نعم. فتذكره؟ قلت: نعم، استدلالا بقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بعدين سؤال: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الأولانية إذا كنت أنت أمام المسجد الحرام فولي وجهك شطره، والثاني وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الأولى فيها إحاطة في الظاهر والباطن، والثانية فيها إحاطة في الظاهر دون الباطن. نعم. قال: فما شطره؟ أيوة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: تلقاءه. أيوة، نعم، فولي وجهك شطر المسجد، يعني ولي وجهك تلقاء المسجد الحرام، تلقاء المسجد الحرام. نعم. قال الشاعر: إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور. نعم. هلا البيت هذا المشهور في كتب اللغة والأدب المتداول أكثر: إن العسيرة، إن العسيرة بها داء يخامرها، وفي كتب تقول داء مخامرها. فشطرها، أنت فشطرها ولا فشطرها؟ فشطرها بالفتح. فشطرها بصر العينين مسجور، أو نظر، في رواية نظر العينين مسجور. طيب، أول شيء رواية العسير، إن العسيرة، المقصود بالعسير هو الناقة التي لم تروض، الناقة التي لم يجري عليها ترويض، هذه يكون مشيها مختلج كثيرا ومضطرب وكذا لأنه ما تروضت لسه. وفيها مشكلة أخرى غير كونها ما تروضت، بها داء يخامرها. إن العسيرة بها داء يخامرها، هي يعني لم تروض وهي أيضا يخالطها المرض. طيب، قال فشطرها يعني تلقاءها بصر العينين، يعني إذا بدك تنظر إلها بصر العينين مسجور. مسجور، المسجور المملوء يعني. فعم أقول لك أنه هذه الناقة حينما تمشي وهي أولا يعني غير مروضة، وأيضا فيها داء يخامرها، فمشيها كلهم مضطرب مختلط يلفت النظر، بحيث إذا نظرت إليها فإن عينيك مملوءتان بالنظر إليها لا تستطيع أن تحيد عنهما. فشطرها يعني تلقاءها بصر العينين مسجور، مملوء تجاهها. مملوء. نعم. في رواية من البيت مسحور. في رواية محسور. كتب الأدب كثير تشتغل فيها، هي في روايات كلها يعني النهاية واحدة، ولكن المعاني بتختلف. يعني ما بتقول فشطرها بصر العينين محسور، يعني محسور عليها، محسور
لا ينظر لا هذه الجهة ولا هذه الجهة، أنه محصور في هذا. أو مسحور، بدل مسحور عم تكون ساقطة النقطة تبع الجيم، تغيرت الكلمة كلها صارت مسحور. يعني مثل إذا سحرت العين أخذت في جهته، في جهة السحر، مثل الآية الكريمة فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني سحرت أعينهم فتوجهت تلقاء جهة واحدة. الشافعي نفسه في باب البيان جاي إن العسير بها داء مخامرها. وين بباب البيان؟ باب البيان فقرة 109 أول كتاب سيدي. إن العسير بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسحور. شو النسخة تبعها؟ أحمد شاكر. شوف أولا إن العسيبة تبع 109 فقرة 109 إن العسيبة بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجول. طيب هلا العسيب هو يعني قلت لكم أنا المتداول العسيب. أحمد شاكر هي احمد شاكر التصوير عن الاصليه. شو؟ الفقره 109 ان العسير بها داء مخامرها. إن العسيرة كان سيدي بالحاشيه روايات ان العسيبه كذا كذا الى اخره. هذه الرواية المشهورة إن العسيرة. إن العسيرة بال109 عندك إن العسيبة وأحمد شاكر. بس مو الأصلية سيدي. تذكر شو هي محققة كبار. مين؟ شيخ عبد الفتاح كبار. مو تحقيق أحمد شاكر. لا. شو عم يقول أحمد شاكر على إن العسيرة بها داء مخامرها، لما إن العسيبة موضوعين. في الموضوعين الأصل كلام الشافعي إن العسيبة بها داء يخامرها، لكن فعلا كلمة العسيب فيها إشكال، ولكن يعني أساليب اللغة العربية تحتمل هذا. العسيب هو عسيب النخل. عسيب النخل هو الجريد تبع النخل، إذا أشروه من الخوص تبعه بصير اسمه عسيب. الجريد هذا بصير اسمه عسيب لأنه قطعوا الخوص من حواليه. يعني كأنه يصف هذه الناقة، يصفها بجريد النخل إذا جرد من خوصه، يعني صارت هزيلة وتعبانة وفيها داء يخامرها وكذا، فشبهها بالعسيب. أنا يعني لا أستطيع أن أحمل كلام رواية الشافعي إلا على هذا، لأنه رواية صحيحة، رواية الربيع بخط الربيع. وبعدين هو مرجح إنه خلص هو فوق كل ذي علم يعني يخليها العسيب. بس ما ذكر شو تأويله للعسيب. كمان سيدي العسيب الجبل. العسيب الجبل كمان. بس ولكن ما في وجه لتشبيه الناقة بالجبل. أما تشبيهها بجريد النخل إذا جرد من الخوص تبعه كذا بصير نحيف يعني، ويسوغ أن تشبه الناقة به حينما تكون هزيلة ومريضة. يعني يقول هون العسل القاموس المحسن أو العسل ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله. ما بفيدنا هذا، ما بفيدنا هذا، بدنا عسيب. وعظم الذنب. عظم الذنب العسب ولا العسيب؟ عسيب. العسيب. والعسيب ايه. عظم الذنب. كمل. كالعسيبة أو منبت الشعر منه. كمل. وظاهر القدم والريش طولا وجريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خصوصها. هذه نعم. هذه. يعني أفضل شيء أن نبقى على رواية الشافعي إن العسيبة ونحملها هذا المعنى. هذا المعنى صحيح، ما في إشكال في اللغة. نعم. شو يختلف بالمعنى فشطرها ولا فشطرها؟ لا فشطرها. شو يختلف بالمعنى إذا كانت فشطرها؟ يعني هو بده يقول إنه بصر العينين متجه نحوها، شطرها، ما بتقول نحوها، متجه نحوها، مو هيك؟ ظرف. نعم. ما في رواية شطرها. لا.
يعني حملها على المعنى سيدي. حدا قال هيك لا أنت جنابك سالته للشيخ بلال إنه لأنه أنا سبق لسمعي أنه قال فشطرها. فشطرها نعم. ظرف منصوب. يعني حملها على المعنى سيدي. إيه. ولا على اللي هي نفس الشطر هي الظرف. شطرها شطرها يعني تلقاءها. بصر العينين محسورا أو مسجورا تلقاءها جهتها. قال الشاعر إن العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور. وكان في كتب الأدب في روايات يخامرها، والمعنى ما بيختلف. بها داء يخامرها أي يخالطها، أو داء مخامرها مخالطها. فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه أيوة. على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب. والذي كلف التوجه يعني كلف أن يتوجه. شكل التوجه عندكم كلكم توجه. هيدا العبارة بالله. فالعلم يحيط أن من توجه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلف التوجه إليه. إيه معقولة. خبر إن نعم. الذي اسمها والتوجه خبرها. تمام. أحمد شاكر كاتب بالحاشية خبر إن نعم. لأن الذي كلف التوجه إليه وهو لا يدري أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف. تمام. يعني يقين اللي سماه الإحاطة بالظاهر والباطن مو موجود طالما أنه بعيد عن البيت. ما في يقين، إنما الدلائل تسوقه إلى هذا الاتجاه، ولكن قد يكون خطأ. هذا اجتهاده، بذل جهده في هذا. الاجتهاد باللغة الأصوليين يعني بيوقفوا عند باب الاجتهاد، بيقول الاجتهاد في اللغة هو بذل الوسع والطاقة. بذل الوسع أن يبذل طاقته ويبذل وسعه في سبيل الوصول إلى المقصود. نعم. ويعرف غيره دلائل غيرها أيوة. فيتوجه بقدر ما يعرف. نعم. يعني اختلف توجههما. يعني قد يكون هلا بالفقه موجود هذا الكلام، انه اذا انا وياك مثلا وجدنا بمكان مسافرين او شيء واختلفنا بجهه القبله، انا اجتهدت طلع معك القبله هيك، وانت اجتهدت طلعت معك القبله هيك، واخونا الثاني اجتهد هيك، والرابع اجتهد لهني، كل واحد بيصلي للجهه. ما بصير واحد يقلد الثاني اذا كان كلهم اهل للاجتهاد. اما اذا واحد مطمس بسيط وما بيعرف يشتغل ولا شيء، بقلد أفهم واحد فيهم أو أعلم واحد فيهم وخلاص. نعم. وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف، ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف. أيوة. نعم. وإن اختلف توجههما. تمام. ما فيش. قال: فإن أجزت لك هذا أجزت لك في بعض الحالات الاختلاف. قلت: قل فيه ما شئت. نعم. قال: أقول لا يجوز هذا. قلت: فهو أنا وأنت ونحن بالطريق عالمان. قلت: وهذه القبلة وزعمت خلافي، على أين يتبع صاحبه؟ قال: ما على واحد منكما أن يتبع صاحبه. تمام. قال: فما يجب عليهما؟ قال: إن قلت لا يجب عليهما أن يصليا حتى يعلما بإحاطة، فهما لا يعلمان أبدا المغيب بإحاطة. نعم. وهما إذن يدعان الصلاة أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاء، ولا أقول واحدا من هذين. وما أجد بد من أن أقول يصلي كل واحد منهما كما يرى، ولم يكلفا غير هذا. رجع لكلام الإمام الشافعي. أو أقول كلف الصواب في الظاهر والباطن، ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر. وضع عنهما الخطأ يعني سمح كل منهما بالخطأ ظاهرا في الباطن،
هذا مسامح فيه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيسامحه في هذا الخطأ، ولكن واحد منهم مخطئ أكيد. هذا المخطئ مأجور ولا مسامح؟ قال لك ومسامح ومأجور، الله مسامحه ويؤجره على خطئه هذا لأنه بذل جهده. ولا تبين سيدنا يقينا أنه على خطأ ويتوجب عليه إعادة الصلاة؟ طبعا إذا كان باجتهاد آخر لا يعيد الصلاة. يعني مثلا اجتهد صلى الظهر لهالجهة، وقام العصر تغير اجتهاده صلى له، المغرب اجتهد صلى، العشاء صلى تغير اجتهاده، كل مرة تغير اجتهاده. فمع تغير الاجتهاد لا يعيد الصلاة، ولو يومين ثلاثة كل يوم عم يصلي شكل، كل وقت عم يصلي شكل، لا يعيد الصلاة إلا إذا تبين له خطأه بيقين. إذا تبين له خطأه بيقين هذا بيعيد. بس إن أهل القرية كانوا يصلون إلى جهة ما، وتبين بعد فترة يعني مضي سنوات أنهم القبلة خطأ، يتوجب عليهم إعادة كل الفروض. هلا احنا بالفتوى شيء آخر بقى. تعرض للفتوى بده يشوف يعني الجواب الملائم ولو خرج عن مذهبه الواحد، ما في مشكلة. يعني عندنا مذهبنا القبلة هي عين الكعبة مثل ما قال لك، فشطر الكعبة، فولي وجهك شطرة يعني تلقاء المسجد الحرام، نحو المسجد الحرام. عند الحنفية جهة المسجد الحرام. هو يعني الحنفية فسروا الشطر بالجهة. الجهة هي بالنسبة لنا الجنوب، الجنوب هو الجهة، الجنوب كله. ويستدلون على ذلك، ودليلهم معتبر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المنورة، وهو في المدينة المنورة قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وقبلتهم الجنوب. إذا كان قبلتهم الجنوب وعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا لو صلى هيك صلى هيك صلى هيك كله جائز، ما في شيء. فهذا يعني هذا مو اجتهاد، لو صلى هيك مو اجتهاد، عم يصلي مزبوط على جهة القبلة. أما عند الشافعي عم تقول أنت جماعة صلوا 3-4 سنين هي القبلة هيك صلوا هيك، بنقول لهم عيدوا الصلاة كلها؟ يعني معقولة نفتي لهم مذهب الشافعي وإنه يعيدوا الصلاة كلها؟ مو معقولة. يفتينا على مذهب آخر، مذهب الحنفي، ومذهب معتبر وأدلته قوية. ما رد الشافعي على هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبل؟ ليش ما أعتقد الشافعي؟ والله على ما أذكر المجموع عنده بيناقشوا بسنده يمكن، والله مالي ذاكر المسألة تماما. نسيت والله، بدي راجعوها بالمجموع، موجودة المسألة. قلت فأيهما قلت فهو حجة عليك، لأنك فرقت بين حكم الباطن والظاهر، وذلك الذي أنكرت عليه. أيوة. أنت تقول إذا اختلفتم قلت ولا بد أن يكون أحدهما مخطئا. تمام، خلاص اتفقوا يعني. قال أجل. قلت قد أجزت الصلاة وأنت تعلم أحدهما مخطئا، وقد يمكن أن يكونا معا مخطئين. أيوة، بجوز اثنين غلطانين. وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس. تمام. يعني هل الظن هذا انه يكون احتمال اثنين مخطئين؟ قال لك عم يقول له انه هذا مو بس هون بالقبله، موجود حتى في الشهادات، شهادات الشهود وقضاء القضاة وكذا، كله معرض لهذا، لانه مبني على الظن وعلى غلبة الظن وليس على اليقين. نعم. قال ما أجل. نعم. يلزمك من باب أولى، يعني كأنه ذكر الصلاة، فبما أنه أجزناها في الصلاة فنجيزها فيما دون الصلاة. إيه طبعا. نعم. يعني إذا أقررت بهذا في هذه المسألة، فما الفرق بين هذه المسألة والمسائل الأخرى؟ إلا طبعا مثل ما بتعرفوا أنتم في القطعيات، يعني في العقائد مثلا مو مقبولة هنيك لا الظن ولا غلبة الظن، لا بد من اليقين. عقيدة هذه فلا يستشهد فيها. عند أهل السنة والجماعة كل أبواب العقائد، يعني أمهات مسائل العقائد لا بد أن تكون بأدلة يقينية ثبوتا ومضمونا، فتكون ثابتة من حيث السند
وقطعية الدلالة أيضا، دلالتها قطعية لا تقبل التأويل. وقلت له: وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس؟ قال: ما أجد من هذا بدا، ولكن أقول هو خطأ موضوع. خطأ موضوع يعني خطأ مسامح به. فقلت له: قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيم. الله إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما. تبارك